أهلا بيكم معايا. أنا سلوى وده بودكاست نقطة ومن أول السطر. حلقة النهاردة بعنوان الثقة بالنفس. اتكلمت في الحلقة اللي فاتت البنت الصغيرة والسؤال عن البنت اللي كانت مشكلتها إن ما كانش عندها ثقة بنفسها لجهلها بأمور كتير وخوفها من الناس. وكان السؤال اللي بيطرح نفسه في آخر الحلقة هو إزاي يكون عندنا ثقة بنفسنا. وده سؤال صعب ومهم، والإجابة عليه على أساسها بتتحدد شكل الحياة اللي بنعيشها. ثقتك بنفسك بتحدد ملامح علاقاتك مع كل اللي حواليك، وعلى قد ثقتك بنفسك على قد قوتك في مواجهة أي صعاب أو مشاكل بتمر بيها في حياتك. في معتقد بيقول إن الثقة بالنفس بتولد مع الإنسان، زيها زي الصفات، وممكن يكون لها جينات كمان، أو إن الإنسان بيبقى عنده استعداد فطري للثقة بالنفس يتساوى فيه كل الناس في بداية حياتهم. واللي بيحصل بعد كده هو اللي بيفرق ما بين شخص واثق من نفسه وشخص تاني ما عندوش الثقة دي، وما بين الاتنين دول أشخاص تانية كتير قوي ثقتهم بنفسهم متفاوتة. وده أكيد راجع للبيئة والأشخاص المحيطين بيهم، وكمان التجارب اللي بيمروا بيها في حياتهم. وفي اعتقاد تاني بيقول إن الثقة بالنفس اختيار ناتج عن المعرفة الحقيقية لنفسنا، وإدراك نقط القوة والضعف اللي جوانا وتقبلها، والسعي على الحفاظ على نقط القوة وإظهارها، وتقبل نقط الضعف والعمل على تحسينها بشكل دائم. بمعنى أوضح وأسهل، التصالح مع النفس وتقديرها. وفي اعتقاد آخر بيقول إن الأم والأب هما اللي بيزرعوا الثقة بالنفس في أولادهم، وده من خلال إظهار الحب والاهتمام وتشجيع أولادهم دايما على إنهم يقبلوا نفسهم زي ما هي، وتربيتهم بطريقة صحيحة من خلال النقاش والتحاور المبني على احترام الرأي والرأي الآخر، وإن هم نفسهم يكونوا قدوة حقيقية لأولادهم، وعدم مقارنة أولادهم بالآخرين، واحترام مشاعرهم وعدم السخرية منها، وإعطائهم الفرصة للاختيار بشكل حر مع الدعم النفسي دايما. والحقيقة الاعتقاد ده أنا عايزة أقف عنده شوية، لأنه على الرغم من أنه كلام صح جدا بس مش حقيقي على أرض الواقع. لأن لو شفنا الأجيال السابقة هنلاقي أن السلطة كانت في إيد الأهالي، اللي يمكن ما كانوش بنسبة 100% بالوعي اللي يخليهم يطبقوا فكرة التربية الحديثة، ولذلك ما كانش عند أولاد كتير فرصة حقيقية لإبداء آرائهم أو حتى يكون عندهم رأي أساساً. وده اللي أدى إن أجيال كتير كان عندها أزمة في الثقة بالنفس. أما دلوقتي، ولأن دوام الحال من المحال، فالأجيال الحالية هي اللي عندها سلطة أكبر بكتير، فما بقاش عندهم رغبة لا للتحاور والنقاش ولا حتى إعطاء الأهالي فرصة لإبداء آرائهم. وفكرة التربية والأولاد ده موضوع محتاج حلقات كتير، فالاعتقاد ده أنا ليا تحفظ عليه. ونيجي بقى للاعتقاد اللي مش أخير، واللي بيقول إن الثقة بالنفس هي كل المعتقدات اللي ذكرتها قبل كده مجتمعة، بس أهم واحد فيهم هو معرفة النفس وتقبلها بكل نقط الضعف والقوة. فهو اختيار مبني على المعرفة الحقيقية لنفسنا، بالإضافة للتجارب اللي بتقوي الثقة بالنفس وبتخلق التوازن اللي على أساسه بيكون عندنا القدرة على تقبل الفشل أو الرفض من غير ما تتأثر ثقتنا بنفسنا. لأن الإنسان اللي حقيقي واثق بنفسه عارف ومدرك إن مادام في نجاح يبقى في فشل، ومادام في قبول يبقى أكيد في رفض. والفشل مش معناه فشلنا إحنا، الفشل معناه فشل طريقتنا أو التوقيت اللي اخترناه، أو فشل في اختياراتنا.
بالذات في اختيار الناس المحيطين بينا. فالفشل هو بداية النجاح مش النهاية. وأكيد في معتقدات كتيرة ومفاهيم أكتر للثقة بالنفس، قد نختلف أو نتفق معها، بس اللي أكيد كتير مننا هنتفق عليه إن الإنسان الواثق بنفسه بتكون حياته أسهل وفرص النجاح أكبر بالنسبة له، وأهم من كل ده اختياراته للمحيطين بيه بتكون أفضل، لأن اللي يقدر يعرف نفسه ويحدد نقط القوة والضعف فيها ويقبلها أكيد عنده القدرة على معرفة الناس. وكل ما كان اختيارك صح للمحيطين بيك، كل ما كنت ناجح في ده، كل ما كان ده بيزيد ثقتك بنفسك وبيعززها. بس المهم أن الثقة بالنفس ما تتحولش لغرور، لأن كل ما زادت الثقة بالنفس ووصلت للقمة فيها، كل ما كان سهل جدا الوقوع في بئر الغرور. والغرور موضوع كبير أكيد هنتكلم عنه في حلقة تانية إن شاء الله. أحب قوي أعرف رأيكم في حلقة النهاردة، ويا ترى إيه مفهومكم عن الثقة بالنفس وأهميتها في حياتنا. ونقطة ومن أول السطر، كنت معاكم أنا سلوى، وده بودكاست نقطة ومن أول السطر.